المعلقين في السوشيال ميديا من السوريين بالذات في غاية السوء، كأنه صهاينة بيتكلم. لك بقي متأير ما نهش فينا، بقي مريض نفسي بالعالم ما فرغ عقدة النقص تبعه تجاه السوريين. طيب أنا كيف بدي أشرح لهذا المفكر العظيم ولكل المتأيرين العرب الجرح السوري اللي عمره 14 سنة، الجرح اللي نكأته إيران، اللي جرحته إيران واللي عم ينكأوا فيه المتأيرين العرب؟ كيف بدي أفهمهم إنه إيران وأذرعها هدموا بيوتنا فوق رؤوسنا على مدى 14 سنة؟ كيف بدي أختصر لهم 14 سنة بهالكم دقيقة؟ كيف بدي أفهمهم إنه إيران قتلت أطفالنا وكانت تتقرب لربها بقتل أطفالنا ونسائنا؟ كيف بدي أفهمهم إنه أطفالنا انذبحوا على إيد الإيرانيين؟ وكيف بدي أفهم السوريين إنه لا تفرحوا لأنه المتأيرين العرب بيزعلوا، لا تفرحوا إذا خامنئي قتل أو فطس، لا تفرحوا. لكيف بدي أفهمهم إنه هذا الخامنئي اللي فطس كان عم يدعي للجهاد بسوريا ضد السوريين ضدنا؟ وقت القتل ما بدهم اياهم يفرحوا، وبدهم اياهم يتعاطفوا مع قاتلهم، بدهم اياهم يكونوا ملائكه اكثر من الملائكه. كيف بدي افهم المتأيرين العرب انه جرحنا لساته موجود، لساته سخن، جرحنا لساته موجود ونحن عم نكتشف كل يوم مقبره جماعيه عملوها الايرانيين، جرحنا لساته موجود ونحن عم نشوف بيوتنا مهدمه هدموها الايرانيين واذرع الايرانيين، جرحنا لساته مفتوح ونحن عم نشوف المفقودين اللي ما بنعرف وينهم. عمي ما بعرف وينه، ولاد خالتي ما بعرف وينهم، آلاف مئات آلاف السوريين مفقودين ما بنعرف هم عايشين ولا ميتين، أو عم نحاول نتهرب من الحقيقة بأنهم هم استشهدوا على إيد الإيرانيين. وما بدهم السوريين يفرحوا وما بيلاقوا مزودة غير على السوريين. يا أخي اتركوهم، هذا السوري الفرحان ترى ما مضاد طيران ولا دبابي ولا صاروخ ولا راح يأثر شيء على المعركة، انفرح ولا ما فرح اتركوهم. وللعلم يعني في حملة شيطاني ممنهجي، السوري ما فرح لفرح الصهاينة، ها على العلن وشوفوا وراقبوا. سوريا عم يفرح انه في ظالمين اثنين عم يتقاتلوا، في مجرمين اثنين عم يتقاتلوا، في قتلة اطفال غزة وفي قتلة اطفال سوريا عم يتقاتلوا بين بعضهم. كيف بدي افهمهم انه ايران عم تقصف اخوتهم العرب الان؟ كيف بدي افهمهم انه ايران هي شر مستطير ما بتفرق شيء عن اللي عم تتقاتل هي وياهم؟ كيف؟ لا تزودوا على السوريين واتركوهم بهمهم، اتركوهم يا اخي، اتركوهم يفرحوا بمقتل مجرم كان عم يدعي للجهاد ضدهم، اتركوهم يفرحوا بمقتل مجرمين كانوا عم يقتلونا على مدى 14 سنة وانتم كنتم مسكرين عيونكم لانكم متأيرين ولانه ما بيهمكم لا دم السوري ولا الدم اللبناني ولا الدم العراقي ولا الدم اليمني ولا دم حدا من العرب اللي عم تقصفهم ايران هلا. اتركوهم يفرحوا يا اخي. ولكل السوريين افرحوا، بالغوا بالفرح بالخلاص من اي مجرم سواء كان صهيوني ولا كان. افرحوا هدول المجرمين اللي كانوا عم يقتلوكم عم تتخلصوا منهم، ربنا عم يخلصنا منهم على اهون سبب. افرحوا وكتروا ودافعوا عن انفسكم ولا تسمحوا لحدا انه يشوه سيرة السوريين. الثورة اللي عملوها السوريين واللي اقتلعت ذراع ايران الاكبر بالمنطقة، نظام بشار الاسد المجرم بدون الاستعانة باي احد، كافي بانه ترفعوا راسكم فيها. لا تسكتوا عن تشويه العالم. الكم رفعة الراس يا اهل السوريين المتأيرين العرب. بيجي يوم وما بدي اقول لكم بس الله يدوقكم اللي دقنا بس. الآن ردود الفعل بين بعض المعلقين في السوشيال ميديا من السوريين بالذات في غاية السوء، كأنه صهاينة بيتكلم. لك بقي متأير ما نهش فينا، بقي مريض نفسي بالعالم